لو واحد راكب مع واحد صاحبه عربية وصاحبه ده معاه مخدرات ووقفوا في كمين مثلا، هل هيبقى عليه عقوبة مثلا او مشكلة؟ خليني احكي لك حكايه بسيطه جدا. اغلب الشباب وبالذات في نتكلم في المرحله العمريه اللي هي سن المراهقه بيكون ممكن راكب مستقل، ممكن سياره اجره، وممكن نقول ان هو راكب مع صديق ليه، والصديق ده ممكن يكون معاه مخدرات بالفعل، وفي احد الاكمنه تم استيقافه. هل معنى ذلك ان هو هيعاقب؟ انا ممكن اقول لك لا، مش هيتعاقب. لان العبره في فكره جوهر المخدر ان يكون في الحيازه، ان هو يحوز عليه بشخصه. خدت بالك؟ لكن احنا عندنا هنا في تفاوت في الامر. انت سؤالك معايا بتقول لو راكب، فلو راكب دي هو راكب العربيه وممكن ما يكونش عنده العلم، فمعنى ذلك ان هو اكيد مش هيتعاقب. ولكن عايز اقول لك ان اللي سايق او صاحب السياره هو بالفعل هيتعاقب بحيازته للجوهر المخدر ايا كان نوع المخدر. واكيد طبعا اكيد داخل كمين زي ده بنسبه 100% هيتحلل له، لان النهارده عندك الاكمنه الثابته والاكمنه المتحركه على مستوى الجمهوريه بالاستيقاف لسائق السيارات الملاكي او سائق الاجره او النقل. بيتم التحليل بشكل دوري ليهم، وعلى طول بيثبت ليهم التحليل بموجب التقرير اللي وارد من الطب الشرعي باثباته لتعاطي جوهر المخدر ايا كان نوعه، وبيعاقب وبيحال امام المحكمه.